بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. هكمل الجزء الخاص بالنظافة الشخصية الخاصة بالبنوتة او العناية الخاصة بالبنوتة، ووصلنا لسن دخول البيبي كلاس او الكيجي اللي هو سن دخول المدرسة. والسن دخول المدرسة او البيبي كلاس ايا كان لازم له اهتمام معين بالبنات. زي مثلا ليه يا جماعة بنختص بالبنات في الموضوع ده؟ لأن البنت هتبدأ تبعد عنك وتروح مدرسة بعيد عنك، فهتدخل تويلت. طيب هتدخل تويلت، هل هتتعامل معاه زي ما بتتعامل معاه في أيا كان مستوى النظافة الخاص بالمدرسة زي ما بتتعامل مع التويلت الخاص بالبيت؟ أكيد لأ. ففي شوية حاجات كده لازم نراعيها في الموضوع ده. اولا تتعود ان هي في اكياس معينه بتكون يعني بتحطها على قاعده التويلت قبل ما بتقعد. اكياس بتتباع، وانا هبقى اعمل فيديو عن الادوات الخاصه بالعنايه بالبنوته عشان اوريكم الادوات الخاصه بالعنايه ايه هي اللي تكون متواجده عندنا ونشوفها بشكل عملي. هي اكياس بتتفرش على قاعده التويلت قبل ما البنت بتقعد عشان تعمل حاجز بين جسمها وبين التويلت، لان احنا مش عارفين مين اللي بيتعامل مع التويلت، وبرضو علشان نبعد عن اي امراض معدية. ويكون معاها مناديل خاصة ورقية خاصة بيها علشان تجفيف منطقة البيكيني بعد استخدام الحمام. ضروري جدا التجفيف، ضروري جدا للبنات بعد استخدام بعد دخول الحمام. لازم تجفيف بعد التشطيف. الرطوبة اللي بتكون موجودة في المناطق دي يا جماعة بتعمل نوع من البكتيريا، والبنات بتقعد وقت في المدرسة، يعني نص اليوم تقريبا برا البيت في المدرسة. فلازم اعمل يعني اراعي الموضوع ده كويس قوي. التجفيف مهم جدا يا جماعة. كمان ده الخاص بالمدرسة هناك وتعاملها مع التويلت وهي في الحمام. طيب بعد ما هترجع البيت لازم تدخل تتشطف كويس جدا بالصابون الخاص بيها بالتشطيف في منطقة البيكيني دي، ويتغير البانتي اللي هي لابساه. البانتي اللي هو الاندر اللي البنات بتبقى لابساه، عشان في ناس بتقولي ايه هو البانتي. البانتي الاندر ايا كان المسمى، مش هقدر اقول اكتر من كده يا جماعه. لازم يتغير ويحصل تشطيف للمنطقه دي كويس جدا وتجفيف، ويتغير البانتي. شيء اساسي وضروري ومهم جدا وعليه عامل كبير جدا في حاجات كتير. في الصيف ده دي حاجة. وأول ما بتصحى من النوم برضو لازم تغيره البنتي، وقبل ما تنام لازم تغير البنتي. ده في الصيف. في الشتاء احنا ممكن نكتفي بأنه نغير الصبح قبل ما تنزل المدرسة، وتغيير اللي هيحصل بعد ما هترجع من المدرسة. ده برضو ضروري جدا. انا اهم حاجة عندي الوقت ده يا جماعة بعد الرجوع من المدرسة، مهم جدا. وفي الصيف لازم التغيير على الاقل مرتين او 3 او 4 كمان ممكن في الصيف، مهم قوي. ليه تبعيات تانية، يعني بنحافظ احنا كده على انه ما يحصلش اي نوع من الالتهابات اللي بتؤدي للاحمرار والاسمرار اللي بنرجع نعاني منه بقى في وقت اللي هو ان البنت بتجهز نفسها للزواج. بنحاول نبعد عن الموضوع ده. في حاجة بس عايزة اقول لكم عليها. الحاجات اللي انا بقولها دي الخاصة بالعناية بالبنات دي بتفضل مترسخة معاها. يعني انت كده انت بتعلميها وبتحطي رجليها على بداية سلم 1 2 3 نظافة وعناية خاصة بيكي. بعد كده لما هتوصل لسن البلوغ هتبقى هي بتمارس الموضوع ده لوحدها لانها اخدت عليه. انت مجرد ان انت هتنبهي وتفكري، لكن هي اخدت على الموضوع ده وبتتعامل بيه من خلال اللي انت علمتيه لها في خلال الفترة اللي هي
بعد وقت البيبي، اللي هي السن اللي هو لسه بقى هتبدأ تتعامل هي مع نفسها في موضوع النظافة والعناية الشخصية الخاصة بيها. طيب مهم قوي كمان العناية بالشعر في الفترة دي اللي هي فترة دخول المدرسة والكيجي، اللي هي الفترة وهم لسه صغيرين، والسن ده على فكرة بيبقى من 3 سنين ونص 4 سنين في الوقت ده. يعني العناية بالشعر مهمة جدا، لانه ممكن يحصل عدوى من اي حاجة لا قدر الله للبنات، فلازم النظافة والعناية بالشعر عناية دائمة، مش هقول يومية لان ده هيأذي شعرها، ولكن يبقى فيه متابعة، يعني على الاقل مرتين مثلا في الاسبوع في فترة المدرسة لازم يكون في نظافة خاصة بالشعر ومتابعة ليه. يعني حببي بنتك، يعني انا مش كل الولاد ولا البنات بيحبوا دايما خاصة في الشتاء والاستحمام وغسيل الشعر، حببيها فيه، هاتلها فرش جميلة، امشاط جميلة، توك حلوة. ولازم نعمل حسابنا على حاجة مهمة جدا، انه سواء الامشاط والفرش والتوك والحاجات الخاصة بالبنات دي كلها او الولاد كمان، حتى الفرش بتاعتهم كل حد موجود في البيت بيبقى ليها غسيل دوري، انه لازم اهتم بنظافتها، بانها بغسلها في وعاء احط فيه شوية من الشامبو مثلا ومعاه او اي صابون عادي، مش لازم شامبو، اي صابون عادي، جل يستحسن ان هو يكون جل، وشوية خل في المية يا ريت تكون دافية شوية، وبسيب الفرش والقمشات فيها شوية، وابدأ بفرشة ضيقة او فرشة سنان تكون قديمة، وابدأ اتعامل مع الفرش دي واغسلها كويس جدا، هتبقى زي الفل. لازم النظافة الخاصة بالفرش والقمشات يا جماعة تكون دورية، يعني على الاقل مثلا كل اسبوع كل اسبوعين، يعني انت هتبقي حاسة هي محتاجة الفرشة محتاجة تتنضف ولا لا، وما نسيبش فيها اي شعر. لازم الشعر يتشال منها اللي هو بينزل مع التسريح، لازم يتشال منها باستمرار وعلى طول. كمان توك البنات لازم بتتغسل، اما ان هي لو هي من حاجات اقمشة بتحطيها في الغسالة بتتغسل، لازم ده لازم. كمان تتعود البنوتة او الولد، طبعا كلامي يعني للكل بس انا عشان انا بتكلم على البنات يا جماعة، غسل الاسنان من السن الصغير ده في معجون اسنان خاص بيهم، اللي هي بتبقى لسه الاسنان اللبنيه، فبيبقى في معجون سنان خاص بيهم عشان ما يضطروش يبلعوه، حتى لو حصل بلع يعني ما بيبقاش ضار بيهم قوي. وفي فرش بتكون عليها العاب وحاجات جميله كده، استخدميها برضو للولاد، هتحببهم ان هم دايما يتابعوا غسيل الاسنان خاصه قبل النوم وبعد اكل الحلويات بالذات، يعني اي حلويات اتاكلت، شوكولاتات حلويات، لازم غسل اسنان، وقبل النوم لازم غسل الاسنان. زي ما قلت لكم انه بنعود الولاد وخاصه البنات انه يكون في فوط خاصه بيهم باحجام معينه، فوطه او برنس للاستحمام، فوطه لاستخدام الايد وغسل الوجه والوضوء، لازم يكون دي فوطه خاصه بيهم هما اللي هي بتاعه الوضوء وغسل الوجه والايدين بعد الاكل. نحببهم مثلا بشاور جميل، ان هما دايما يغسلوا ايديهم، وتتعود البنات او الولاد حتى كمان انه بعد الرجوع من المدرسة لازم ناخد شاور، وقبل تناول اي وجبة من الوجبات لازم نغسل ايدينا قبل وبعد الاكل، ضروري جدا. دي كمان من مقومات النظافة اللي لازم نعلمها للبنات والولاد كمان. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، في مقوله كده، التعليم من الصغر كالنقش على الحجر. عمر النقش على الحجر ما بيضيع يا جماعه غير بعوامل تعريه جامده جدا، فاللي انتي بتزرعيه في بنوتك تاكدي ان هي هتفضل ماشيه عليه طول حياتها، لان هي اخدت على مستوى نظافه معين مش هتقدر تتنازل عنه. كمان العناية الخاصة بيكي انتي، لو هي بنوتك واخدة بالها، للبنات بياخدوا بالهم قوي من الحاجات دي، العناية الخاصة بيكي انتي هتخليها بعد كده حابة ان هي تقوم بالنظافة الشخصية الخاصة بيها بعد كده، وتتعلم انها تقوم بيها في سن البلوغ، اللي انا هبدأ اتكلم عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله
سن البلوغ والعناية الشخصية الخاصة بسن البلوغ وما بعد الدورة الشهرية، أنا بقول بالعربي اللي هي البيريود. هشوفكم فيديو جديد لكليفر مامي. السلام عليكم ورحمة الله.